السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة يا جماعة بقى هنتكلم على الكروس ديجيتال. تمام، هنتكلم على الكروس ديجيتال والناس اللي واقعة في مشكلة اللي هي ازاي تعدل فيه لو مشيت من مكان لمكان والكلام دوت. طبعا احنا هنتكلم على الكروس ديجيتال 260، نفس الخطوات اللي هتعملها برضو في البي اي. تمام، بس هي الفرق ما بين ال 260 والبي اي طبعا احنا كنا قلناه في لايف، في فيديو لايفات قبل كده كتير يعني. فاحنا عشان نعدل يعني انت مثلا في، طبعا بيبقى التعديل يا جماعه في الاماكن المغلقه عن الاماكن المفتوحه، دوت بيبقى التعديل الاكتر يعني. اللي انت مثلا عايز تزود تقلل مثلا البيس شويه، عايز تقلل الميت شويه، عايز تعلي التريبل شويه، الكلام دوت. فدوت بيتم يا جماعه. احنا عندنا طبعا الزراير هنا اللي هي موجوده قدامكم اهي. الاكس اوفر هنا يا جماعه دوت ده المسؤول عن التقطيع، يعني دوت المسؤول عن التقطيع اللي انت بتقطع الترددات عن طريقه. الايكولايزر الاي كيو دوت مسؤول عن اللي هي الايكولايزر اللي هو تنغيم الترددات. تمام، ودوت نيكست بيج وباك بريف بيج اللي هي تقلب الصفحة او ترجع للصفحة تاني. تمام، وفي عندنا هنا الار تي اي دوت خاص ب المايك الار تي اي اللي هو طبعا هنبقى نعمل عليه لايف يعني، خاص بيه هو اللي هو بيعمل الفيدباك وبيشوف السماعات طالع منها ايه والترددات اللي طالعه منها والكلام دوت في رسم بيان على اللابتوب. وفي هنا الديلي اللي هو بتاع التأخير، طبعا الستور هنا عشان اسجل فيه. تمام، ودي هنا في اليوتيليتي. اليوتيليتي ديت اللي هي بتاعت تلعب في الإضاءة بتاعت الشاشة والكلام دوت. وفي الديناميك هنا اللي هو بتاع الليميت. تمام، ده الديناميك اللي هو ال اي ام دوت اللي هو الايه الليميت. تمام، والبروجرام دوت انت بترجع البروجرام واذر دوت لو انت في ايه حاجة تانية موصلها او برنامج تاني شغال عليه، او يعني دي تبع برمجة او سوفت وير كده. تمام، احنا هنيجي هنا بقى يا جماعة انتوا ازاي تعدلوا على السوفت وير الموجود او التقطيع الموجود. تمام، موضوع سهل قوي، موضوع مش محتاج كل الخوف دوت. في الاخر هو عبارة عن كروس بس فيه كل حاجة. تمام، فاحنا لما نيجي هنا نتكلم عن موضوع التقطيع، لو انت عايز تغير التقطيع بتاعك هتدوس اكس اوفر هنا، هيبان لك القطعات بتاعتك هنا. تمام، كل اللي عليك ان انت تحرك البكرة اهي يمين او شمال، هتلاقي عندك هنا اهو دوت هنا بيقل التقطيع عندك في الرقم اللي موجود عندك دوت. عايز تقلل مثلا البيز، عايز تيجي انت كده طالع ناحية الميت كده بتعلي الترددات المقطوعة بالنسبة للهاي. هنا عندك مثلا 3 و4 هم المتوصلين. تمام، فانت بتلعب في التقطيع بتاعك هنا وبتعدل عليه. وصلت التقطيع بتاعك عايز مثلا تخش على البيز تعدل عليه، بتروح دايس هنا نيكست كذا مرة. هنا نيكست طبعا دوت الجين هنا عايز تقلل الجين عندك تخليه تحت. لو انت عايز تقلل الجين بتاع اي بقى حاجة بيز هاي ميد لو الكلام دوت، كل دوت الجين اهو دوت هنا ده خاص 3 و4. الجين هنا تخش نيكست كده هيجيلك على 5. برضو التقطيعات بتاعتنا اهي. تمام، عايز اعلي مثلا القطع بتاعت البيز، عايز اقلل القطع بتاع البيز الكلام دوت. تمام، هروح دايس هنا نيكست برضو هيجيلي الخط التاني اللي هو من اول من بيبتدي من والى، بيبتدي من 30 مثلا هنا بداية الترددات اللي انا قاطع منها لغاية كذا، وانت ايه تفضل ايه تقطع عن طريق البقرة اللي قدامكم ديت. هندوس مثلا نيكست بعد كده هيجيلك الجين بتاع البيز، انت عايز بقى تعليه تقلله توطيه الكلام دوت. لقيت الصوت معاك مظبوط وتمام، انت عايز مثلا تلعب في الايكولايزر تخش هنا على الاي كيو. الاي كيو دوت يا جماعه اهو. تمام، في عندك هنا الاختيارات مثلا اي كيو لما بندوس عليها التانية كده نخش على 3 و4 مثلا. انت عايز تغير في الايكولايزر بتاعك اهو في ال والار. فاحنا هنا على حسب التقطيعات اللي انتوا ايه بنقطعها. في عندنا ال شيفت والاتش شيفت والكلام دوت. تمام، فاحنا ايه بنغير في
الايكولايزر من هنا. لو احنا مش عايزين نغير من الايكولايزر يعني سيبه زي ما هو، مفيش مشكله فيه. تمام. احنا بقى غيرنا دلوقتي وعملنا كل التقطيعات اللي هي المناسبه لينا. تمام. وعايزين احنا خلصنا الاوردر بتاعنا بقى، يبقى احنا عندنا التعديل يا جماعه. التعديل اللي بيحصل عندنا بيبقى على فاحنا هنا يا جماعه، احنا طبعا قطعنا هنا طبعا، يبقى احنا نقول نعيد تاني برضه عشان يبقى الموضوع سهل للناس. الاكس اوفر هنا عشان تيجي على التقطيعات اللي انت عايزها من والى. تمام. دوت الجين عندنا لما بتغير الصفحه بتدوس نيكست هنا كذا مره اهي، نيكست كذا مره هنا كده، فانت بتغير هنا اهو. بس لما ندوس نيكست بنخش على الجين ونخش على القطعه اللي بعديها 1 و2 هيديك من والى. تمام. انت تعدل باللي انت عايزه عن طريق البكرة ديت. انت بقى مسجل البرنامج بتاعك وانت مقطع وحافظ البرنامج بتاعك وانت خلصت القصة بتاعتك، ما تدوسش ستور، خليه زي ما هو. تعمل كده. تمام. اللي هو البروجرام ده بترجع تاني تروح قالب كده، مثلا اخترنا البرنامج 24 وتروح ضاغطين هنا كده ضغطة. تمام. هيعمل لود. خلاص. هو بعد ما يعمل لود كده نروح جايبين البرنامج اللي احنا كنا بقى مسيفينه عندنا ونروح دايسين كده، هيروح جايلنا على نفس القطعات بتاعتنا، على نفس الايكولايزر، على نفس كل حاجه، وهتبقى العمليه واضحه اهو. نفس كده كل حاجه اهو. هنشوف القطعات عندنا اهي هنلاقيها زي ما هي. يبقى انت هنا عدلت على السماعات اللي انت شغال بيها، عليت الجين وطيت الجين، غيرت التردد، الكلام دوت. الموضوع سهل، اسهل ما تتخيلوا يا جماعه. هو بس عبارة عن اللي انت تفهم بس الحاجات اللي موجودة هنا. طبعا انت بتعتمد على الاكس اوفر دوت او الايكولايزر دوت. لو عايز تلغيه انت بتدوس ايكولايزر هنا. الاي كيو مثلا عايز تلغي الايكولايزر بتاع 1 و2 هتروح دايس اوف هنا اهو. تغير البكرة هنا هتخليها اوف. خلاص كده مفيش ايكولايزر على 1 و2. عايز تغير مثلا على 3 و4 هتدوس ايكولايزر هنا، هتخش على 3 و4 تدوس اون هتخليها اوف هنا كده اهو. اتغير برضو نفس القصة كده، اتغيرت معانا اهي. طبعا لو عايزين نرجع القصة دي تاني برضو هنروح دايسين هنا بروجرام هنا تاني، هنرجع للبروجرام، هندوس بروجرام هنا، هنرجع للبروجرام هنا. تمام. هنروح دايسين برضو اللي هو البرنامج اللي بعدين ندوس في النص هيعمل لك لود. تمام. هنروح دايسين على نرجع تاني ندوس لود في النص هنا برضو اهو. تمام. فاحنا هنا هتلاقينا رجعنا للبرنامج تاني اهو اللي انتوا شايفينه. تمام. لما نخش على الاي كيو هنا كده هتلاقينا هنا، هتلاقي الاي كيو اللي احنا كنا عاملينه اوف بقى اون تاني عادي، مفيش اي مشكلة فيه. والبروجرام زي ما هو مفيش اي مشكلة وانت رجعت للحاجة بتاعتك. يبقى انت يا جماعة التعديل سهل قوي من غير ما تدوس ستور ولا اي حاجة. تدوس الاكس اوفر او بتدوس ايكولايزر. اكس اوفر دوت انت تلعب في القطعات بتاعتك. التريبل عالي شويه تروح موطيه، الجين عالي شويه تروح موطيه، عايز تعلي الجين شويه، عايز توطي التريبل شويه، عايز تعلي الميت شويه، عايز تبيز الهاي شويه كده يعني. فالموضوع يا جماعه سهل، الموضوع مش محتاج اي حاجه. فالموضوع سهل يا جماعه. الناس ما تتخضش قوي من الكروس الديجيتال، مش بيعض يعني، كله كلام فاضي يعني. يعني كله يعني يعتبر لعب عيال، بس انت تفهم بس هو بيشتغل ازاي وبيعمل ايه. مش نفس ما الناس تقول لك لا 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 مش هينفعنا ومش هينفعنا والكلام دوت. ليه مش هينفعنا يعني؟ لا هينفعنا وهتقدروا تقطعوا عليه وتعملوا عليه كل حاجة وسهل جدا يعني، مفيش اي مشكلة فيه. تمام. وبالنسبة كمان يا جماعة عشان بس ايه الناس اللي هي بتلاقي الكروس مقفول والكلام دوت، الكروس لو مقفول وعايز تفتحه انت بتطفي من باور من ورا وبتدوس على كلمة الار تي اي ديت. تمام. يعني احنا مثلا ممكن نعملها دلوقتي كده، هنطفي من ورا كده اهو. تمام. وهنفضل دايسين كده يا جماعه زي ما انتم شايفين. بص هنا هيجي يكتب ايه؟ لوك انلوك. تمام. احنا هنخليها لوك كده مسافه ما بندوس هنا على الزرار دوت تاني اللي هو الار تي اي، وعلى اللوك اللي هنا دوت بيبقى لوك، كل المفاتيح ديت بتتقفل. عايزين نفتحه تاني بنطفي من ورا وايدينا على الزرار اللي هو الويزرد دوت، ايدينا متعلقه هنا كده. تمام. ونخلي
اللوك هنا، انلوك هنا كده، وندوس على الزرار دوت مرة واحدة، هتلاقيه هو ابتدى هنا كده فك اهو السوفت وير بتاعه. خلاص كده كده مفتوح، يعني مفيش اي مشكلة فيه. هو هنا اتعمل لوك معانا عشان احنا اخترنا اللوك. بعد كده لو انت عايز تختار اللي هو فتح اللوك، نفس الطريقة، تطفي من ورا وتولع تاني. هتلاقوا هنا يا جماعة بعد ما فكينا اللوك اهو عادي خالص، مفيش اي مشكلة فيه. عشان الناس بس، هو لو بيتقفل برقم سري ولا الكلام اللي انتوا ايه بتسمعوه الغريب العجيب دوت اللي احنا بنسمعه عن الكروس الديجيتال. ماشي يا جماعه. طبعا اللي بيمشي على ال 260 بيمشي على البي اي في نفس التقطيع ونفس الايكولايزر والكلام دوت، بس هتلاقوا اللي هو الاكس اوفر دوت هتلاقوا مكانه هنا، يعني مكان ما دوت هنا هتلاقوا اللي هو مكان اذر دوت. تمام. وتقطعوا اللي انت عايزينه وتشغلوا اللي انت عايزينه وتميدوا، ومفيش اي مشكله عندكم ولا في اي حاجه. انت طبعا ما تلعبش في البرنامج وتدوس ستور هنا، سيب البرنامج زي ما هو بعد ما عدلت عليه. بعد كده انت بتقلب على برنامج تاني وبترجع للبرنامج بتاعك، هتلاقيه متسيب عندك، مفيش اي مشكله فيه. تمام يا جماعه. ده كان بالنسبه ايه لقصه التعديل على الترددات بتاعه القطعات بتاعتنا لو احنا في مكان وغيرنا المكان. وغالبا يا جماعه غالبا بتبقى التعديل اللي انتوا بتعملوه دوت بيبقى فيه اختلاف ما بين الاماكن المقفوله والاماكن المفتوحه، الاماكن الاوبن اير والاماكن اللي هي الكلوزد او اللي هي بتبقى في قاع والكلام دوت، الاماكن المقفوله. تمام. لان الاماكن المقفوله بتبقى الترددات فيها بتقل شويه، توزيع الصوت فيها بيختلف طبعا عشان الجدران اللي موجوده والكلام دوت، فانت بتعدل على الصوت بتاعك اجمالا. اما في الاماكن المفتوحه برضو على حسب، انت مثلا في مساحه 4 متر مثلا 5 متر بتفترق عن المساحه المفتوحه قوي، فانت برضو بتعوز تعدل هنا برضو على البرنامج بتاعك، بتعدل في التقطيعات، بتعدل في الجين، الكلام دوت. ده المجمل بتاع التعديل اللي انت هتعمله، عشان بس الناس ما تبقاش مخضوضه. انت ما بتعدلش في البرمجه كلها، انت كبيرك لا اما تعدل في الايكولايزر لا اما تعدل في الاكس اوفر. الاكس اوفر دوت ضامم التقطيعات بتاعتك وضامم الجين والكلام دوت. عايز توطي الجين، عايز تعلي الجين، الكلام ده سهل يعني، مش حاجه صعبه، انا مش شايفها صعبه يعني. وكل اللي هتدوس عليه الاكس اوفر هنا هيبان لك الدنيا هنا كده، هتبدا تدوس نيكست اهو، نيكست كده اهو. تمام. هتخش مثلا على 3 و4 ديت هتدوس نيكست، هيجيب لك يعني هو بيبتدي وبينتهي. تمام. وبعد كده هيجي لك الجين بتاعها بتاع 3 و4، عايز تعليه عايز توطيه الكلام دوت براحتك انت بقى زي ما انت عايز. بس عايز ترجع تاني هتروح دايس هنا على البروجرام دوت، هتروح راجع هنا تاني. طبعا طول ما مدي معاك اللون الاحمر دوت معناه اللي انت عدلت على البروجرام. لو دوست هنا سيف او ستور كذا مره خلاص هو بيحفظ لك التعديلات، فانت يستحسن ان انت ما تدوس على ستور ولا الكلام دوت. انت بس كل اللي عليك تنقل كده البرنامج. تمام. وترجع للبرنامج تاني هنا كده، هتلاقي العلامة الحمراء هنا زي ما انتوا شايفين اتشالت اهو، هو ثابت على البرنامج اهو، والعلامة اتشالت من هنا. متنسوش بقى يا جماعة تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة عشان نوصل لكم كل جديد ان شاء الله في عالم الصوت. ان شاء الله باذن الله في مواضيع كتيره قوي في المجال هنتكلم باللغه العاميه عشان الناس كلها تفهم. النهارده اتكلمنا عن الكروس الديجيتال واتكلمنا على ازاي تعمل تعديل عليه. الموضوع بسيط جدا 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 وما تخافوش من حاجه، الموضوع سهل قوي، الموضوع سهل، اسهل ما تتخيلوا، اسهل من اللي انتوا شايفينه ده كله، اسهل من الكورسات المانوال ديت اللي هي بتطلع صوت على قده. لا ده قصة تانية يا جماعة، ده قصة تانية. دول بالنسبة لده مرحلة واحدة، اللي انتوا شايفينه دول سواء الكروس الثري واي ولا التو واي الكلام ده، دي مرحلة واحدة. المرحلة الواحدة ديت الاكس اوفر دي اللي انا بدوس عليها، هي دي المرحلة. هو دوت الترجمة ديت، هو كل ترجمة الفلايم اللي انتوا شايفينها ديت في الكذا كروس اللي انتوا شايفينه دوت. تمام يا جماعة. فلسه ان شاء الله باذن الله يعني الموضوع سهل، مفيش اي مشكله فيه. ولو عوزتوا اي حاجه سيبولي في التعليقات اللي انتوا عايزينه، وان شاء الله باذن الله انا هجاوب عليه.
وان شاء الله تبقى الموضوع اسهل، لان انتوا عايزين صوت احسن، فلازم السيجنال اللي داخله هنا تتهيأ صح، ولازم يكون في صوت اعلى وانقى، لازم يكون في صوت انقى. الصوت اللي يهمنا طبعا في الاول وفي النهايه يا جماعه مش قوه الصوت، اللي يهمنا نقاء الصوت. فهو الكروس هنا الديجيتال مسؤول عن دخول الاشاره وخروج اشاره تانية خالص، اشاره مهيئه للسماعه اللي هي تستقبلها وتطلع لك احلى نقاء صوت واعلى كواليتي ليها. ماشي يا جماعه، ان شاء الله باذن الله هنشوفكم باذن الله في مواضيع جديده ان شاء الله تخص الصوت. وما تنسوش تسيبوا تعليقاتكم اللي عنده اي مشكله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.